طيب احكي لي شو أثرت طفولة حلا بشخصية حلا اليوم؟ هي كانت عبارة عن معركة كنت أنا بدي أطلع منها وأطلع أختي، وهي اللي خلتني بالشخصية القوية هاي. بس كان شو الإشي اللي صار بطفولتك تتمني إنه ما صار؟ أنا وماما وبابا ما انفصلوا. بس احكي لي عن الصعوبة اللي بطفولتك كانت. شوف، بتبلش يعني أغلب 99% بحس من المشاكل النفسية والعقد النفسية وقلة الثقة عند البنات واتجاههم لأنهم يتعرفوا على الذكور بحياتهم أو يبحثوا عن الرجال بحياتهم، هي العائلة. أوكي، إذا بتتشتت العائلة بصير مش بس الأب والأم اللي بتضرروا، الضحايا بتكون الأطفال، وفي ما بتوقف على أنهم ضحية يعيشوا عند أم أو أب. المصيبة الأكبر مرت الأب وزوج الأم، بصير في عندك أطراف غير الأم والأب نتسلم إلهم ومنضطر إنه نسكت ونعيش هاي الحياة عشان نمشي. بس القوة وين بتكون؟ إنك أنت تكون راسم كيف حتطلع من هاي الطريق، تهرب من الكل من كل الأطراف. كنت بقفص؟ كنت بقفص. مين فتح لك الباب؟ أنا هربت. إيش كان في جوا القفص؟ القفص كان في حرمان، وكان في ظلم وبخل. بخل كثير كبير. شو اللي راح تعمليه لحتى بنتك ما تعيش نفس تجربتك؟ راح أحاول قدر المستطاع أنه أختار شخص صح عشان أكمل أنا وياها بالطريق وإحنا مبسوطين.